أكحها وأنا أكحها تلطشني. تفاعل الجمهور مع مقابلة والد لينا الأخيرة يلي طلع وكذب فيها كل شيء قالتها لينا، بس حقين لغة الجسد ما تركوا وحللوا حركاته وكله طلع كذب بكذب. في قصة بتحكي انك انت بتتبرى منها للينا او تبريت منها للينا او ما شابه هيك. يا سيدي البراءة من لينا تمت أكثر من مرة، مش مرة واحدة. يعني هي كل ما تعمل شيء مستفز، شيء بخرج عن القيم وعن العادات وعن الدين وعن الأخلاق، أنا كأب ردة فعلي بتكون أحاول أسدها لما ما أقدر أستردها بتبرأ منها، مع إنه أنا بترك الخيط بيني وبينها، وبرجع من فترة للثانية بقول لعل وعسى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل ربنا يهديها. يعني هذا اللي بصير وهذا اللي بيتم. الله يجيرك في مصيبتك يا عم. الله المستعان، الله المستعان. يعني أنا في وضع يعني حزنان على نفسي أكثر من الله المستعان. الله يكون. وبالنسبة للينا، حتى لينا عملوا لها تحليل لغة جسد وهنا الصدمة. فشو حل نجاح بني حمد لتضخم اللوز تبعتي؟ كانت تجيب علبة خرو تفتح تمي زي هيك وتحط الخروع كامل بحلقي، الخروع كامل. عرفوا اشي عن زيت الخروع؟ فهو زيت كثير تقيل، يبلش يطلع من منخاري، ابلش اكحه وانا اكحه تلطشني هالكف، انا اكح وهي تلطشني هالكف وانا مش قادره اتنفس. زيت الخروع تقيل وانا مش قادره اتنفس. ايش بتحاولي تعملي؟ تقتليني؟ رح احكي لكم انه ابوي اخذني على امريكا، اللي هو بالاصح خطفني على امريكا بدون ما يحكي لامي، بدون ما يخبرها، وبدون ما ياخذ رايها. يعني أنا أخباري فجأة انقطعت عن أمي اللي خلفتني بدون ما تعرف. شو أول إشي عملته نجاح بني حمد؟ طلعتني من المدارس الخاصة. وبعدين شو عملت؟ حطت أولادها بالمدارس الخاصة، أولادها بمدارس خاصة وأنا بمدرسة حكومية، مع إنه الوضع كان بسمح. أنا ألبس بالة، أولادها يلبسوا جديد، أولادها اللي أصغر مني عندهم أساتذة يجوا على البيت يعلموهم، وأنا ما كان عندي أساتذة، مع إني كنت متضايقة من الرياضيات وأحكي لها شوي صعب علي، ممكن أنا كمان يكون عندي أستاذ. تعرف شو عملت؟ لطشتني كف هيك بقفا إيدها. بحياتك لا تفكري رح نصرف مصاري عليك. وأخيرا قررت لينا حتى مع أبوها يلي باعها بسبب خوفها من نجاح إنها تتكلم وتفضحها، وبلشت فيه بمسجاتها يلي كان يرسلها إلها على الخاص. Oh